اللعيبه الدوليه في منتخبات افريقيه بتلعب للزمالك وللاهلي. محدش يقدر يقول لهم سيبوا اللعيبه. يعني مثلا بيرسي تاو، ما اقدرش اقول لبيرسي تاو سيب منتخب جنوب افريقيا وتعالى، ما اقدرش اقول لعلي معلول تونس سيب منتخب تونس وتعالى، اليو ديانج ما تسيبش شمالي وتعالى. احنا بنقعد نتشطر على هنا على بعض على هنا على منتخب مصر ونقفل بقنا على منتخب جنوب افريقيا وتونس وكده، لان ما لناش قانونيا، ما لناش. الاهم بقى كمان يا جماعه ان اتحاد الكره المصري في الوقت اللي فات ده لعب ماتشين للزمالك في كاس مصر، في وقت المنتخب الاولمبي بيلعب دوره الامم الافريقيه في المغرب المؤهله لاولمبياد باريس. واحنا عندنا مشكله في الاسكواد وفي اللعيبه، وعندنا 3 لعيبه بيلعبوا اساسيين، يعني بيشاركوا كلعيبه اساسيه او بيبقى لهم دور في الشوط. قرر الحاج عامر حسين ان الزمالك يلعب مباراه وكمان يلعب مباراه تانية، رغم ان كان النادي الاهلي لسه ما لعبش ولا دور 16 ولا دور 8. يا كهين، وانت مستعمل الظلم ده ازاي؟ يا راجل ده الزمالك ده هذا حجر اتحاد الكوره، امال حجر اتحاد الكوره ده حجر رابطه الانديه، امال حجر رابطه الانديه وده حجر لجنه الحكام، يا ده حجر الاعلام. بهاء الكوره المصريه رفض انه مسؤولين منتخب مصر يهاجموه. ده كان تعليقا على مكالمه السيد محمد غرابه مدير المنتخب معايا امبارح، وقال انه كان هناك اتفاق ما بين كولر وما بين فيتوريا، ولكنه التراجع كان من النادي الاهلي، وانه الصفحات وانا رديت الحقيقه بما يكفي لهذا الامر يعني. واعتقد انه الاهلي اخذ حقه تماما هنا في هذا الامر. الاهلي ليس مسؤول عن الصفحات، وانا بفوجئ الاقي صفحات بتهاجمني تشتمني. انا مالي؟ ما تشتم، وجهة نظرك انت حر يا عم. عجبك كلامي اهلا وسهلا، مش عجبك كلامي برضه اهلا وسهلا، مش هتفرق معايا. فالاهلي غاضب من انه انه يعني الناس في اتحاد الكوره متخيلين انه هو وراء هذا الامر يعني. عموما ازمه وعدت. معلوماتي انه تم الاتفاق او في السبيل للوصول للاتفاق انه لعيبه النادي الاهلي يلعبوا المباراه الاولى ويتركوا المعسكر ويروحوا للنادي الاهلي تاني، عشان المباراه الثانيه بتاعت تونس مش هيلعبوها مع المنتخب لانها مباراه وديه، والاهلي يستعد لمباراه السوبر. فيتوريا قال لك لف وارجع تاني، ايه البواخه دي؟ خلاص طالما كده يبقى مشان فوضاتها بصلحي.